السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى طبق كبدة اسكندراني، بس الاول نقول بسم الله ونعمل اشتراك ولايك وكومنت زيكم حلوين. معانا طاسة فيها شوية زيت، هنضيف عليهم شوية توم حلوين مفرومين وشوية فلفل بارد وحامي، الحامي حسب الرغبة. نقلبهم الاول مع بعض ياخدوا لون، وبعد كده نبدأ نضيف الكبدة. الكبدة ما بتتغسلش ولا بتتنقع في لبن ولا بتتغسل في المية وترجع تتصفى. الكبدة من عند الجزار على النار على طول. بس بنعمل ايه؟ بنحط الحاجات اللي احنا حطيناها وبعد كده بنفردها، مش بنقلبها، انا بفردها في الطاسة بعد ما بتاخد، ونارها ما بتبقاش عالية قوي ما بتبقاش برد قوي، والزيت يبقى سخن والطاسة تبقى سخنة. بفردها في الطاسة ولما بتاخد لون ببدأ اقلبها على الجنب التاني لحد ما تاخد اللون بتاعها. هي ما بتاخدش 7 دقايق على النار، طالما الكبده حلوه ما بتاخدش 7 دقايق على النار. بهاراتنا ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه، وفي فص توم كده نقي بيتحط فيها في النص، بس هي الكاميرا ما جابتش. بعد ما بنشيلها من على النار وبنطفيها شويه ليمون في نفس، وبصوا وهي بنارها كده بتتعصر بتبقى زي العسل في الوقت ده. صلصة الطماطم المكرونة، بنجيب شوية زيت. انا هنا ما صورتش سلق المكرونة لان انتوا كلكم عارفين طبعا. قطعت بصلاية حلوة، وفي عصير الطماطم رميت قرن فلفل حراق في الطماطم علشان يبقى طعمها حلو. هنقطع البصل صغير قوي علشان في ناس مش بتحب تستطعم البصل في الصلصة. على النار والزيت بيقدح كده هنبدأ ان احنا ننزله. اول ما يبدأ ان هو يدبل بنبدأ نضيف فصين توم مهروسين. التوم المهروس ده بيخليها في حتة جميلة قوي، وبيخليها شبه طعم المحلات بالظبط، يعني كأنك فعلا نزلتي اكلتي المكرونة دي في محل مثلا كشري، محل مكرونة، بيخليها طعمها جميل جدا. انا هنا بقلبها باستمرار علشان ما تتحرقش ويبقى في جزء منها مش مستوي. لازم البصلة تدبل كويس جدا وتصفر، وبعد كده بنزل عليها بطماطم في الخلاط. بهاراتنا فلفل اسمر، ملح بس، شوية سكر علشان نعادل الحموضة بتاعت المكرونة. بعد كده بنقلب المكرونة في الصلصة بتاعتها ونضيف عليها الكبدة، وبألف هنا وشفا عليكم.